اي كوميونتي سلمه اعمار، كوميونتي بيقدم اسلوب حياه راقي جدا مليء بالحيويه والنشاطات اللي تخليه ارقى الكوميونيتيز اللي موجوده في دبي. عايزين نفهم ليه الناس بتقف طوابير، سواء كانوا مستثمرين او حتى اند يوزرز، الناس بتدور على سكن عشان يحصلوا وحده مميزه، او عشان بس يحصلوا وحده او حتى طابق في المشروع دون. مشروع مينا راشد. مشروع مينا راشد كل ما بيطرح فيه مشروع، او كوميونتي مينا راشد كل ما بيطرح فيه مشروع، خلال ساعات قليله جدا يوم الطرح بيتباع بالكامل، سولد اوت خلال ساعات بسيطه جدا. السبب في الموضوع دون 3 حاجات: الموقع، الكوميونتي واللي هو على الواجهه البحريه، وكمان المطور الكبير اعمار. في الفيديو دون هنتكلم عن اسباب اللي بتخلي، او اسباب تخليك تستثمر في المشروع دون، او تخلي المشروع دون واحد من انجح الاستثمارات العقاريه في دبي. نتكلم كمان على الايجارات المتوقعه في الاستثمار دون، وكمان اي نوع من الزياده راح تحصل للعقار بتاعك عند التسليم، وكمان المشاريع اللي اوريدي انطرحت وهتسلم ان شاء الله السنه الجايه، شيل الاسعار بتاعتها بدات من كام، وكمان وصلت لكام دلوقتي، وما زالت تحت الانشاء. معاكم محمد مصطفى، مستشارك العقاري. طبعا الموقع الاستراتيجي للمشروع واللي بيبعد بس 15 دقيقه عن الداون تاون وبرج خليفه ودبي مول، وكمان 16 دقيقه عن مطار دبي الدولي اللي هو واحد من ازحم المطارات في العالم، قريب من شارع الشيخ زايد الرئيسي على طول 10 دقائق، وتبعد كمان عن مناطق مركزيه والساحليه زي دبي مارينا والجي بي ار وبرج العرب من 25 ل 30 دقيقه. فانت قريب جدا جدا، الكونكتيفيتي تبعك ممتازه جدا، بالتالي ده بيخلق طلب عالي جدا على الموقع ده. اما بالنسبه للمطور الرئيسي اللي ورا المشروع ككل، مينا راشد والمارينا، هو اعمار. اعمار هو اكبر مطور العقارات في دبي، بل في الشرق الاوسط ككل. اعمار بس مش بيسلمك افضل كوميونتي تقدر انك انت تعيش فيه وتستثمر فيه، لا كمان اعمار ممتاز جدا في عمليه الصيانه والمحافظه على الكوميونتي ورونقه وجماله بعد التسليم وعلى اللونج تيرم، وده دايما بيحافظ لك على زياده الاسعار، العقار بتاعك يفضل دايما في ازدياد، او في اسعاره دايما بتكون في ازدياد. اعمار هو الماستر بلان لاعمار بيتش فرونت، لدبي مارينا، للمرابع العربيه، لدبي كريك هاربر. اعمار اصلا هو اللي باني برج خليفه والداون تاون، واعمار هو مطور شبه حكومي هنا في دبي. محدش يقدر يغلب اعمار او يتخطى اعمار او يتفوق على اعمار في الكوميونتي. وحاليا بيقدم لك مينا راشد اكبر ووتر فرونت كوميونتي في دبي من اعمار، بتكلفه تصل تكلفتها ل 25 مليار درهم. الكوميونتي ده هيكون بمثابه انجاز عظيم وكبير جدا لاعمار، وهتكون انت كمان جزء من هذا النجاح بانك انت استثمرت دلوقتي في الوقت دون، وكمان حققت المكاسب. الناس بالمناسبه اللي استثمرت مع اعمار في الكوميونتي اللي انا ذكرتهم كلهم كسبوا اقل شيء من 50 ل 100%، ونقدر نرجع للترانزاكشنز اللي حصلت والمعاملات اللي حصلت من ساعه ما اشتروا وحتى لما عملوا اعاده بيع. اما بالنسبه لاسلوب الحياه اللي راح يتقدم في الكوميونتي هنا في مينا راشد، هيكون اسلوب حياه ممتاز جدا مليء بالنشاطات ومليء كمان بالحيويه. هيكون اسلوب حياه مليء بالتسويق، بيكون كل شيء موجود في الكوميونتي، محلات تجاريه براندد قويه جدا فخمه، هيكون في مطاعم، كافيهات، هيكون في برومينيد اللي هو ممشى السياحي اللي احنا فيه واقفين جزء منه دلوقتي على مارينا على طول، هيكون بيقدم فيه جميع البراندات، وهيكون فيه ممشى سياحي عظيم جدا، يكون عليه طلب عالي جدا وترافيك عالي جدا، مما يزيد من قيمه العقار بتاعك ويخليه دايما محافظ على الكواليتي والجوده، والسعر بتاعه ويزيد دايما معاك، وتحصل من وراه برضه عائد استثماري عالي جدا. في اللي جاي ان شاء الله راح نتكلم بتفاصيل اكتر عن العوائد، ونتكلم ايه الاسباب الاخرى اللي راح تخلي فيه زياده في اسعار العقار، وازاي الايجارات هنا راح تكون سهله جدا ليك انت كمستثمر انك تاجر وتحصل العائد. في كمان خدمات جوه الكوميونتي لسه ما اتكلمناش عليها، زي مثلا ان راح يكون عندك حاجات مميزه مش راح تلاقيها في اماكن تانية، زي غير ان المارينا طبعا اللي اتكلمنا عليها، هنتكلم كمان عن قناه مائيه قابله للسباحه، ونتكلم كمان ان انت عندك يعني واحده من اهم العلامات المهمه في الكوميونتي، الملكه اليزابيث 2، وهي مركب سياحي او فندق سياحي عائم على البحر، بيعمل رحلات اللي هي رحلات بحريه يحضرها يوميا اكتر من 14,000 زائر او باسنجر على متن السفينه. ورانا هنا راح نصورها برضو. كمان عندك بوتيك اوتيل، غير طبعا انك انت راح تستمتع بالمارينا وبكمان الاطلالات البحريه وباليخوت. وبالمناسبه اليخوت اللي هنا والمارينا اللي هنا في باركن لليخوت اكتر من 400 باركن، وبيشيل او يستسع ليخوت يصل طولها ل 100 متر. الكوميونتي هنا في المارينا على البحر
انت عندك اكسس مثالي جدا من خلال اليخت او من خلال المركب، تقدر تلف دبي كلها. اولا البحر اللي ورانا دون بحر الخليج العربي، تقدر تاخد اليخت بتاعك وتطلع من خلال البحر في كروز على خور دبي، ومن خور دبي هتعدي هناك على دبي كريك هاربر برضو من اعمار، وتطلع من خور دبي تخش على البيزنس باي، وتعدي على البيزنس باي والداون تاون، بعد كده تطلع على دبي مارينا وبالم جميره، وبعد كده تلف وتيجي من ناحيه الخليج العربي. لايف ستايل فخم جدا، مش اسلوب حياه نمطي ولا عادي، لا الاكتيفيتيز كتيره. عندك اكتيفيتيز في البحر، عندك اكتيفيتيز في الكوميونتي، عندك نشاطات داخل المبنى ذات نفسه، بيكون في حمامات سباحه وبيكون في عندك الجيم. فانت مش هتروح تكون محتاج اي حاجه من بره، مدارس، مستشفيات، حدائق، سوبر ماركت، ريتيلز، كل ده راح يكون موجود عندك في الكوميونتي. فاحنا بنتكلم ان الكوميونتي زي ده مش هيكون بس اسلوب حياه، ان هي مدينه داخل مدينه دبي الجميله. امبارح كنا بنتكلم عن اعمار، بس الليل ليل عليا، وعشان كده جيت تاني يوم اللي هو يوم البريفنج. زي ما انتم شايفين كده الناس كلها جايه عشان تحضر الطرح او البريفنج تبع اعمار. طبعا اعمار اللي هو في مينا راشد. اكمل لك بقيه الفيديو بتاع امبارح بخصوص اللوكيشن. اللوكيشن ليه مميز جدا؟ عشان خاطر ده هيساعدك في الكابيتال ابريشيشن وفي الايجارات. اول حاجه ان انت جنبيك مينا راشد. مينا راشد اللي شهدت على ازدهار دبي وتطورها، والمينا دي فيها كميه تجاره بتتم فيها اكتر من 65% من تجاره دبي بتتم من خلال، او شحن دبي والتجاره البحريه او استيراد وتصدير البحري بيتم من خلال مينا راشد، اللي هو اكبر مينا في دبي، اللي معروف عنه او مسمى باسم الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم، اللي هو والد الشيخ محمد بن راشد. دي اول نقطه، وده بيضيف لك قيمه ممتازه جدا ان في عمال، في تريد، في تجاره جنبيك، وبالتالي ده بيزود قيمه الوحده بتاعتك وبيزود العقار بتاعك. تاني حاجه بيعمل لك دخل عائد استثماري عالي جدا، وبيبقى في طلب جدا كبير في المنطقه. تاني عامل من العوامل دي هي عامل اللوكيشن. زي ما احنا قلنا اللوكيشن هنا انت في يعني هي مارينا في البحر، كوميونتي مقفول، هيبقى جيتد كوميونتي. بعد كده فائده اللوكيشن دي ايه؟ انك انت قريب من ابراج الداون تاون، او قريب من الداون تاون اللي هي بنقول عليها دبي الجديده. لحظه هتبقى باينه ورايا، ادي ابراج الداون تاون ورايا، وهتبقى كمان قريب من ديره وبر دبي ونايف اللي هي دبي القديمه. طب ده فايدته ايه يا محمد؟ اول حاجه ان انت قريب من برج خليفه. زي ما انت شايف برج خليفه ممكن يكون باين ورايا كده اهو. عندك الممشى السياحي والمارينا هتبقى قدامك كده اهو. لايف ستايل ممتاز جدا. انت قريب من الداون تاون اللي الناس كلها بتحب تيجي عشان تبقى قريبه منها، فانت بالتالي سهل عليك تاجر هوليدي هوم، تبيع العقار بتاعك لناس مهتميه في نفس اللايف ستايل اللي هم مش هيلاقوه في المدينه في الداون تاون، هيلاقوه جنب المدينه. حياه المارينا والبحر والكوميونتي اللي فيه كل الخدمات جنب الداون تاون. جنبيك كمان البيزنس باي، وجنبيك الدي اي اف سي دبي انترناشونال فاينانشال سنتر اللي هو المركز التجاري العالمي لدبي او المركز المالي العالمي لدبي موجود جنبيك. فدي في ترافيك عالي جدا في المنطقه. فكل العوامل دي بتساعدك على انك انت تاجر بكل اريحيه تاني. واخر عامل، او هو مش الاخير، في عوامل تانية كتير جدا بس عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم، العامل اللي بتكلم عليه ان انت ديره وبر دبي ونايف دي اماكن اللي هي دبي القديمه، دي اماكن ليز هولد مش تملك حر. فاصحاب البيزنس اللي هناك، سوق الذهب، اصحاب المحلات التجاريه، اصحاب محلات العطاره، كل اصحاب البيزنس اللي هناك. وزي ما قلت لك جنبيك برضو مينا راشد، كل دي اعمال تجاريه وصناعيه بتحصل في المكان هنا هون، ومفيش تملك حر في المنطقه، والمنطقه مش مخدمه بالكامل من حيث المدارس لانها معظمها مناطق تجاريه. وبالتالي اصحاب العقارات دي او اصحاب البيزنس دول هيعملوا ايه؟ لازم يدوروا على مكان عشان خاطر ان هم يعيشوا فيه ويلاقوا فيه كوميونتي ليهم ولاسرتهم. حياه الميه، حياه الكوميونتي، حياه الشوبينج والتسوق على المارينا، وحياه كمان المدارس والمستشفيات وكل حاجه انت عايزها. الكوميونتي كامل متكامل مخدم بالكامل. فبالتالي في ضغط عالي جدا من دلوقتي على الكوميونتي دون من اعمار. واعمار زي ما قلت لك، زي ما انت شايف ورايا كده، ده لسه احنا لسه في اول الطرح، والناس بالحجم دون البريفنج يبدا هيبقى عدد قد ده 10 مرات. كل دبي بتركز على اعمار. كل المستثمرين الكبار اول ما بتيجي يستثمروا في دبي بالذات لما تكون ميزانيتهم في حدود ال 2 مليون بيجروا على اعمار رقم واحد، لان اعمار هو اكتر مطور. يعني مفيش كوميونتي في دبي الا سلمه والناس كسبت فيه وعملت ارباح. واللي بيشتري من اعمار مره بيشتري منه مره واثنين وثلاثه، وفي ناس بتشتري حياتها كلها مع اعمار. يوم ما تقول له في اي مطور ثاني يقول لك انا مع اعمار بس. دي حياه اعمار، دي الفكر اعمار. كله يستفيد، المطور يستفيد وانت كمستثمر تستفيد، حتى المستاجر اللي جاي منك هيستفيد بالكوميونتي. ملوش حل. قريب من الداون تاون، قريب من شارع الشيخ زايد، 25 دقيقه على المارينا، وعندك جنبيك ربع ساعه على لامير. وزي ما انت شايف دي كده كانت اول طروحات اعمار اللي قربت تتسلم خلاص.
بمنتصف 2025. يعني الكوميونتي جاهز، المارينا موجوده، مرسى اليخوت موجود، وجنبينا طبعا الممشى الكبير البرومينيد اللي هو السياحي موجود. ولسه بقى كل ما يطلع حاجه جديده راح تاثر على الاسعار، كل ما يطلع حاجه جديده تاثر على الاسعار، كل ما الكوميونتي يتطور اكتر بيأثر على الاسعار. عشان كده انا بدعوك انك انت تاخد قرارك بسرعه. لو مهتم مع اعمار في الاستثمار مع اعمار في المشروع ده او في مشاريع ثانيه، تواصل معايا دلوقتي علشان نقدر نلحق ناخد حاجه مميزه ليك في المشاريع دي تبع اعمار، بالذات طرح مينا راشد اللي هو حاجه انا بقول لك عليها هيكون يعني زيه زي اي مشروع عند اعمار. اي مشروع عند اعمار وصلت الزياده فيه اكتر من 50%، من 50% وانت طالع لفوق. اسال على المرابع العربيه، اسال على ايميريتس ليفنج، اسال على دبي مارينا، اسال على اعمار بيتش فرونت. كان معاك محمد مصطفى، مستشار عقاري في دبي. شكرا، السلام عليكم.